حارث اليوسفي. إذا حارث اليوسفي هو الفائز بالميدالية الذهبية من مدينة الجديدة. المتوجة في كاتو سي محمد الناجي اللي كيمثلوا عمالة صغيرة تمارا على جهة الرباط سلف نطرة، وكنتمنوا لهم التوفيق. تقريبا كل جهة فيها جوج، جهة ديال مراكش اسفيتا جوج وبني ملال جوج وبني ملال جوج والدار البيضاء ثلاثة. الشرق اللي كاين فيه وحدة اللي بقات فيه وحدة جوج بني ملال وحدة مراكش. إذا جهة الدار البيضاء ستاد الجديدة حارث اليوسفي جمعية الأصيل فنون تبريدة وتحسين نسل الخيل. أيضا هذا استطاع أنه يخلق واحد هزة على مستوى الترتيب. أنا كل مرة كنلقاو إما الصف الأول أما الثلاثة الأوائل. حارث اليوسفي غادي يكون هو المفاجأة ديال هذه السنة. حارث اليوسفي كيتحسن من مقابلة من مباراة ما جاش بالصدفة. راه تابعتيه سابقا في الإقصائيات. في الإقصائيات راه كان دار هو الأول ما بين الجهات وكان في المستوى وعنده خيول، عنده سرعة في الإيقاع، حتى اللباس ديالو كيف كان كيهضر قبيلات على البيض، البيض كيجا دابا تبارك الله ما شاء الله عليه. الجمهور كيصفق عليه. البيض في البيض كيعطي واحد النكهه، واحد الجماليه ديال البرديه. بحال بغيتي تقولي الجامع دابا ما يدخلوش خاصك تلبس البيض. اللي كاين ايضا على مستوى اللي كنسمعوا الصيحات ولا التشجيعات، دائما كان هناك استمراريه على مستوى اسلوب بتشجيع الفريق الوطني والمشاعر ديال الجمهور. غادي نتابعوا الان حارث اليوسفي. نعم حارث اليوسفي ايضا هو الجهه الدار البيضاء ستاد. ما شاء الله ما شاء الله. قرصة كتنسينا في قرصة اليوم في هذا المحرق. نعم قرصة جميلة جدا اللي مقدم حارث اليوسفي. كانت البداية جميلة ولكن الآن أجمل جميل. نعم أجمل الطلقات البارود اللي كنتابعوها الآن. لا عقلتي قبيله أخت قائمة قلت لك أنه واخا غياب المقدمين الكبار الأسماء الكبار راه البركه ما نقصوها حتى من شي واحد. نعم قلتي حتى في التصريح. نعم راه انا شاهدت وشدت وتبارك الله الناس ولاو حريفيه كيف كنقولوا. الناس ولا كيقلبوا على الفرجه. اذا اللي ليها كيخصو يترجلوا الركابه لو تيكونوا قربوا الميداليه سواء الذهبيه ولا الفضيه ولا النحاسيه. كيخصهم يحسوا بالمسؤوليه. اذا الان غادي نتابعوا ملي تيكون عندهم الشك في شي، هذه القضيه خصني نقولها وخصني ما نقولهاش. ملي تيكون عندهم واحد الشك في واحد الركاب وعندهم ركاب كلشي مثلا مضروب، تيقدروا حتى ذاك الركاب كيقولوا تيرقدوا له ما يقرش باش ما يخسروهمش. صحيح. تيقول اللهم شي نقطه ولا شي قرصه كامله. شي قرصه كامله. نعم كاين بعض البرديه كاع ما كيضربوا. ماشي لا لا حريفيه اللي كيديروا هادو ماشي عيب. نتابعوا الصربه ديال حارث اليوسفي. رائع جدا حارث اليوسفي. لاحظنا كيفاش كانت القرصه ديالو في هذه المحاوله الثانيه بالبارود جميل جدا. وكان قال سي جيلاني انه مفاجاه ساره، وكان لاحظوا نقول اللي كنت ما كتكون قرصه مليحه كنشوفوا انه تفاعل الجمهور. بتامي نعم مشهور جدا عند اسره التبوريده. واخا بتامي راه عبدي من عندهم، ولكن القرصه والهوايش ما خلاهم اللي خلاهم يهرب القله. نعم كانت جميله جدا. كي قلت لك قبيله حارث اليوسفي قلت لك تيقول لهم انا راني كاين وقا ندير نلعب المباراه وقدر راني نلعب على اللقب. نعم الان مع ويتساهل اللقب. نعم مع زيان الان حميد حارث اليوسفي
نسبة كبيرة غادي يكون لقب الحارث. ما نسبقوش تيقرص حيت لا، القرصه كان غير احتمال، انا عارفه احتمال. ديما البارود ما فيه ثقة. هي القرصه فيها وفيها. كان القرصه اللي كتكون مسدوده، وكاين القرصه اللي كتكون شويه منفسه، مناوبة نعم. وكاين القرصه اللي كتكون مسدوده ورد الفعل الجمهور. الجمهور كاين دابا القرصة اللي مجموعة في قرصة دابا واحدة. الحمد لله اللي عندنا حكام في واحد المستوى عالي. نعم لجنة لجنه داك الشيء اللي كنديروا مع داك سي زبيري جناتي ديال التاونات، وهذاك الشيء اللي كنحطوه في التنقيط كنلقاو عند اللجنه. الجمهور اخر واحد كتسولو كتلقى نفس التنقيط ولا باين دابا ما بقاش حاجه الشفافية والنزاهة في التحكيم. نعم. هذا نادي قرصة حارث اليوسفي. قرصة حارث اليوسفي كتشبه القرصه ديال صرفه. لكن كتبقى دائما القرصة ديال القرصه اللي كاين القرصات اللي مزيانين دابا هو ديال اسامه العسري. واليوسفي الحال القرصة عنده الثانية. جوج، هادي عنده جوج. حرك الجمهور كامل. وي. ومن صخيرة تمارة مع صربة عبد الفتاح الشراط بقيادة المقدم محمد الناجي. ذهب الميدالية الذهبية صربة حارث اليوسفي. إذا حارث اليوسفي هو الفائز بالميدالية الذهبية من مدينة الجديدة. المتوجة في الصورة تؤرخ لهذا الحدث الرياضي الكبير